في وسائل الشيعة الحر العاملي في الجزء 21 صفحة 16 يقول عن أبي عبد الله قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة. اللي مش موجود هذا كلام. الحديث موجود أخي، ولكن موجود في الهمداني، والهمداني هذا قال عنه ضعيف، قال عنه ضعيف، موجود قدامك هون وبتلاقيه موجود عند السيد الخوئي، وهذا ضعيف في الهمداني. وفي كمان مين هذا اللي سماه؟ عن رجلا سماه، مين هذا اللي سماه؟ ما اسمه؟ من الذي سماه؟ يلا تفضل أعطيني هذا، من الذي سماه؟ وهذا الهمداني ضعيف. قدامكم على الشاشة يظهر في كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء 7 صفحة 251 يقول لك إنه سئل عن المتعة فقال إن المتعة ليست كما، لا مش ده الحديث اللي هو أهو تحتيه، عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ونكاح المتعة يلا يا أحمد. يا غبي يا غبي 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 يخرب بيتك غبي. يعني ليه عم تكذب على الناس؟ ليه عم تكذب على الناس؟ ليه ما كملت الحديث من تحت؟ شوف ماذا يقول. هذا التقية جاءت في موضع التقية، وعلى من يذهب إليه مخالفو الشيعة، يعني زيك أنت يا ناصب يا ملعون يا كذاب. والعلم الحاصل لكل من سمع إن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة، فلا يحتاج، كمل الصفحة الثانية، إلا الإطناب فيه الدخول بهذا الموضوع. واللي بده يتجوز متعة فعليه بالعفائف منهن، اللي هم فاهمين الدين صح وفاهمين هذا صح. فاهم؟ ليه عم تكذب على الناس؟ ليه انت عم تكذب يا خائن الأمانة العلمية يا كذاب يا ملعون؟ ليش بتكذب على الناس؟ أنا مش فاهم يعني ليه انت كذاب، يعني ليش؟ ممكن تقول لي ايش يعني زواج التيك اواي؟ ممكن تقول لي معنى الزواج السياحي؟ ممكن تقول لي 30 نوع من الزواج اللي هو غير هذا الشرع عندكم؟ ممكن تحكي لنا ما هو هذا الزواج 30 نوع؟ وايش زواج التجربة هذا؟ هل الإمام عندك صادق ولا كذاب؟ غبي يا ابن الغبي يا حيوان يا ابن الحيوان. الكذاب انت واهلك يا كذاب. تقول عن الصحابي الجليل عندكم علي بن أبي طالب ابن عم النبي ونفس النبي وزوج البتول وأبا السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، تقول عنه كذاب؟ يلعن أبوك كلب ابن الكلب. انت مين اللي مربيك يا حيوان يا ابن الحيوان؟ عامل لي تبع دين وجاي تطعن بالصحابي، جاي تطعن بأحسن صحابي أول من أسلم. لعنة الله عليك يا ملعون. شوفوا الآن إخواني إجا الكذاب الثاني، هذا الكذاب الثاني. اسمعوا الكذبة تعيته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أمحوها يا علي، يعني معناه أمحو كلمة رسول الله. فعلي بن أبي طالب قال: والله لا أمحوها. غبي يا ابن الغبي يا حيوان يا ابن الحيوان. يا سفلة.